طيب الحمد لله يا جماعة، احنا عايزين نلحق معتز قبل ما ينام. ازيك يا ميزو؟ اهلا بيكم اهلا بيكم. لا انا مصحصح طبعا. عارفين انت بتنام بدري، معلش مسهرينك معانا النهاردة. احنا عايزين نفكرهم بس احنا عمرو وكريم ومعتز كلمناكوا حلقتين اللي فاتوا عن الجواز والخلفة وعن المصيف مش المصيف. الساحل. بالظبط. النهارده بقى التوبيك اللي معانا، عارف بقى اللي هما بيدخلوا داخل التوبيك اللي معانا ايه زي ما بلاش بقى، السعودية. بلاش الحاجات دي، بلاش الحاجات دي. ما تيجي نخش في الموضوع على خش في طول. الموضوع، اتفضل. يلا بينا. ايه الموضوع يا ميزو النهاردة؟ تعالى. النهارده بنتكلم على ايه يا سيدي؟ بنتكلم على الانترتينمنت والجيمز وازاي كنا زمان بنستمتع بوقتنا عموما. مبدئيا انترتينمنت اصلا دي كلمة يعني دي من كام سنة بس فاتوا، ما كانش اسمها كده على طلعت ايام. مع الساحل الشرير برضه. طلعت مع جين زي واليونج نفس ميلينيالز. المنطقه دي. اسمها اللعب. لعب، انا عايز العب. شوف هنقول اللعب عشان تفهمش غلط. اللعب بالظبط. اللي هو ننزل العب في الشارع، بالظبط. نلعب بقى كوره. كنت بلعب بيلي حاجات كده اللي هي ايه يعني. الكوره دلوقتي دايما تروح النادي تلعب كوره. اعتقد البيلي ده خلاص ما بقاش موجود يعني. هي فكرة اصلا ان انت تلعب في الشارع دلوقتي ما بقتش موجودة بسبب الناس كلها خايفة ان ولادها مثلا تتخطف ولا يخبطوا عربية ولا تعمل اي ولو حاجة. في كومباوند هيقول لك QR كود عشان تلعب في الشارع. بالظبط. نفس الكلام برضو. لا هو في الكومباوند مش هيلعب في الشارع، يروح يلعب في الباسكت بول كورت او في الفوتبول كورت يعني في الكلاب هاوس او في الكلاب هاوس. لكن احنا كنا بننزل نلعب في الشارع عادي جدا. بنلعب العاب زي ما قلت كده، بالي وسبع طوبات ولا مؤاخذة لمس الحمام وثبت صنم. يا جماعه احنا محتاجين ثبت نقف صنم. عند دي كانت اللعبة اهانه يعني، دي كانت اهانه. دي كانت في مدرسه كمان، مش بس دي في الشارع على فكره. دي لعبة جماعة مزوخيين أو حاجة. يعني أنا ليه بمزاجي أحط إيدي على قفايا عشان تتضرب على قفايا 13 واحد هيضربوني عشان أعرف مين فيهم. بالظبط. كلهم ضربوني أصلا. حاجه بصراحه كانت مهينه جدا. وبعدين بقى في فتره البومب والصواريخ دي بتاعت رمضان، بتاعت العيد ورمضان والعيد. كانت أنت جامده. عارف أنا لحد دلوقتي بحاول في العيد أجيب بومب صواريخ. أنا والله العيد اللي فات جبت. انا نفسي اجيب بس- البومب ده بس بقيت بتسكور وكده. اللي هو تقعد الراجل ترمي مثلا 10. تبقى عندك حد بتاع جرايد معرفة، ما بقيتش اجيب جرايد بس هو معرفة من زمان يجيب لك كده شوية بومب اللي هو وصواريخ. ترمي 10، 5 منهم يشتغلوا 5 التانيين. ايوه هم لسه زي ما هم حلوين جدا. ملفوفين بحاجة كده، معرفش جابوا الخامة دي منين. والفكره بقى ان احنا كان برضو الموضوع الهايجين كان حلو قوي زمان واحنا بنلعب في الشارع، لان انت كنت الكره تنزل منك تحت العربيه، فتقوم نازل بركبتك كحت في الاسفلت، مطلع الكره من تحت العربيه. طبعا رجلك متعوره ومكمل عادي، ولا بتغسلها ولا بتحط عليها اي حاجه خالص. ولا انت هنا دلوقتي لو ابنك اتخدش خدشه تطلع بيه على الامرجنسي. لا كان ساعتها كمان انت بتطلع انسان تاني. يعني بتنزل وبعدين بتقعد بقى، فما فيش بقى انا نازل العب نص ساعة ولا انت بتنزل اليوم. صح. هي الاجازة انت في الشارع. تصحى تنزل تطلع على ميعاد النوم، يعني شبه بتخش الغسالة وتطلع على النوم. طب انت مفيش كان بقى ليك كان نازل ليك نص ساعة. ميعاد ترجع فيه البيت من الشارع تطلع فيه؟ لان انا تحت البيت اصلا. لا يعني لو طلعت بره، يعني انا مثلا كنت بروح لواحد صاحبي في بعديه مثلا بثلاث اربع شوارع، بس كان معادين ارجع الساعه 10. لا لو هبعد عن البيت، وهي الساعة 10 دي كانت موحدة في مصر ولا ايه؟ لا أنا بعدين برضه لما كان الساعة اتاخرت 10. مره عن جيت مره 10 ونص، ابويا نزل يدور عليا في الشوارع. ما كانش في بقى موبايلات طبعا ما كانش ولا في اي الكلام حاجه ده. بقى خالص، ولا حتى مش عارف رقم بيت الواد اللي انا كنت عنده ايه اصلا. طب وبعد كده ميزو في اسكندريه كان نفس الموضوع كده برضه؟ نفس الكلام. يعني في الشارع كوره وبتاع. بعد كده بقى ايه جت المنطقه بقى بتاعت ايه الاتاري. كان في كده محل فتح تحت البيت، جايب كده كام تلفزيون وكام جهاز اتاري، وخش يا باشا التلفزيون اللي هو بقى. تلي مصر الكبير ده. لا طبعا الجولد ستار والحاجات الحلوه دي. وبعد كده بقى تخش تلعب بقى ايه سوبر ماريو. وتقعد تلعب. انت بتدفع مش فاكر كان ربع جنيه ولا حاجه يعني. تقعد تلعب بقى ايه لغايه اما تخسر. طبعا الحمد لله كنت جامد جدا في سوبر ماريو. طب يبقى احنا كده كنت متاكد ان اروح هو كان هناك بيخسر. دفعت لك بتاع 50 جنيه ساعتها مثلا. بس بقى الفترة دي بقى الواحد اتسحل بقى ايه في حتة بقى الاتاري. بعد كده بقى ايه تخش فاكر انت في اللعبة برضه اللي هي كانت مسدس دي وتقعد البط تصطاد دي البط اتاري دي. فاميلي. دي انا لما بقى جدي وجدتي جم من السعوديه راحوا يعملوا عمره او حج او حاجه زي كده، ورجعوا معاهم الاتاري الفاميلي. انا كنت منبهر. لحد عليه دلوقتي على 1500 فكرة لعبه.
انا فكره كمان المسدس اللي هو أيوة. بيصطاد ده. وبعدين تصطاد وتبص المسدس في وشه، يعني أيوة تشوف بالظبط. ايه اللي طالع آه. من المسدس بيخليك مفيش تصطاد اي حاجه البط. اصلا. مع إن اللعبة و1500 سهلة لعبه جدا. هم اصلا 10 لعب بس بس بمراحلهم. اسمها فيرجنز مختلفة بس مراحلهم يعني انت فاهم عشان توصل المرحله الاخيره لا وانت ماشي ورا الكسبة وبتابجريد. آه. يعني تجيب دي بقى، دي كانت 1000 لعبة، لا انا هجيب بقى ال 1500 هم وتشتري هم. شريط عليه 2000 لعبه اه ب 50 جنيه. 50 جنيه ده بقى في التسعينات ده كان كان رقم رقم طبعا. دلوقتي مثلا 5000 جنيه تجيبهم مثلا من ولا حاجة. شارع شريف وسط البلد، كانوا ملوك الموضوع ده. يا نهار ابيض. بس كانت فتره حلوه الصراحه. كان في سعادة يا جماعة. بس التطور بقى اللي انا شفته، لان انا فاكر المرحله مثلا في حياتي ان انا كنت بدور على لعبه كوره تكون اللعيبه فيها بتتصور من الجنب مش من فوق، لان انت فتره الاتاري وفتره كانوا الفاميلي اللعيبة كلهم لعب من فوق. ولو فأنا خدت نفسي- فرقة من اوروبا يبقى لونهم اصفر، بالظبط. ولو خدت فرقة من اي حتة تانية يبقى شعرهم اسود. هما بالظبط. كور بتمشي. جت بقى ايه بقى، طلعت ايه بقى، سيجا ميجا درايف. لا دي كان يا بقى- نهار ابيض كان لما شفتها انهيار عند ده. واحد قريبي، يا نهار ابيض. ده كانت اعجاز علمي، اعجاز علمي. ومورتال كومبات على السيجا. كل بقى الالعاب السيجا بقى كانت آه. كانت الجرافيكس فيها رهيبه، فاهم. وبعد كده بقى لحد بلاي ستيشن 1 بقى لما طلعت دي، كان خيال اصلا، كنت فاكرهم بيلعبوا ماتش حقيقي، يعني دول كان ماتش حقيقي والناس بتلعب. دي اللي هي الياباني دي اللي هو اليابانيه والمصريه اليابانية والفيفا لو انت ما كنتش فاهم اي حاجه من الجيم كله بالياباني، بس تمام بس كنت حافظ اسماء اللعيبه. بتتعامل وعارف كل وكان حاجه. في على فكرة الفاميلي جيم كابتن ماجد، بس كابتن كان ماجد. نص الماتش الراجل بيتكلم. وانت عارف على فكره انت عارف الحركات بالياباني، يعني انت عارف آه. هيتزحلق بالياباني ازاي. بعدين ومش هو عارف. لو جات لك شوطة هتشوطها في اختيار من 3، في اختيار كده كده جون بالظبط. خلاص كان شكرا في معاك نينجا جون. تيرتلز كمان كانت جامده. دي خطيرة دي. كان في كاونتر بقى سترايك. بالظبط. كان في بقى قبل احنا ما نجيب كمبيوتر في البيت كمان كمبيوتر المدرسه كان عليه برنس. فاكرين برنس اللي هي فلوبي طبعاً. ديسك؟ طبعا. وعلاء الدين. وبعدين الكمبيوتر كان لسه ما فيش ويندوز اصلا، انا كنت شغال على دوس بقى اول في الاخر خالص يعني. ويندوز ما- 311 ودوس دوس ده كان تقعد بقى تكتب مش عارف دي نقطتين دبل سلاش مش عارف برنس ايه انتر. كانت لا فتره وبعد جامده. بقى ما تطور شوية الكمبيوتر وبقى فيه الدايل اب اللي هو بتقعد عشان تدخل الانترنت بتاع 8 ساعات. وبعد كده امك يجي لها تليفون خلاص، كل مجهودك الداونلود اللي انت كله راح. عملته لا داونلود او بقى انت متحمس فشخ للعبة وتلاقي لعبة اللعبة ايه؟ خلاص. ما كانتش لعبة، عبال لا، ما ما كانتش بتنزل لعبة. اغنية أغنية. كانت 3 ميجا بتقعد مثلا 3-4 ساعات مستنيها تنزل. انت كنت بتنزل اللعبه في 3-4 ايام، يعني تاخد التورنت، انا فاكر اسمه بيت تورنت، تاخد التورنت بتاعك وتنزل مثلا فيفا 99 او فيفا 2000 3 ايام مشغل الكمبيوتر. وفي اوقات الفراغ اللي ما فيهاش تليفونات تشغل عشان تكمل لا الداونلود. وكنترولز الفيفا من على الكيبورد انت بتدوس اي اس ار اتش إيه اي إيه عشان لا، في أنا فاكرهم الاخر لغاية يروح دلوقتي. رافع الكورة. كان في اي اس ودي وبعدين اسهم كده وفي دبليو دول اللي كانوا الاساس. انا وبعدين اول بقى مرحلة اولى كلية بقى الام اس ان ماسنجر. بس ده كان عندنا دي اس ال بقى خلاص، ده كان الدي اس ال واخدين وصله. بس حد يا جماعه كان وصلة، ما كانتش دي لا ما ينفعش يبقى عندك هو هنا. دي اس ال العماره كلها واحد. كان فيفا تقريبا 95 او حاجه كنت بلعبها بماوس. كان فاكر انت والماسنجر ده بقى تقعد تستنى البنت اللي انت قاعد ملطوع عشانها، ويوم لما يبقى فيه بوسة العمارة كلها تعرف من كتر الصوت. كانت فضيحة والله كان في العظيم. النادج ده اللي هو بالظبط. وفي الاي سي كيو بقى لو بتكلم اجانب كمان، فاكر الاي سي كيو؟ انا ما اشتغلتش قوي يعني اي سي كيو. انا اللي كنت اكتر فيه كان فيه ياهو ماسنجر. ورومز، كان في رومز. انا كنت بخش بقى في الرومز دي بقى ايه يا باشا واعيش بقى اس ال بليز. واقعد بقى لا بقعد اتكلم بقى انجليزي، بحاول اقلد بقى بريتش اكسنت وبتاع. طبعا الموضوع ده عندك من زمان. طبعا انتوا عارفين لغايه دلوقتي بعمل كده، بس يعني دي كانت هوايه عندي اخش بقى واقعد اعمل كده. وايه اس ال طبعا ايه اس ال ده. طب فاكرين الموبايل راك؟ اللي انا انت عارف ان انا موبايل راك ده كنت فاكر ان ده براند، يعني ما كنتش فاهم دي ترجمه كلنا حرفيا. كنا فاكرين كده موبايل راك. لا كنت فاكره زي ايسر هو كده موبايل راك، هو وإيسوس بيجي كده وكده. هو بيجي كده اسمه موبايل راك، وكان بروح بقى بتاع الكمبيوتر اختراع تقول له انا بقى. عايز موبايل راك بس خلاص. واختراع بقى يعني ايه، هاخد الهارد بالموبايل راك احطه يبقى معايا هاردين خلاص كده انا مش محتاج كنت برضه مسؤولين ان انت تعمل كمبيوتر بقى وتجيب ماذر بورد. ايوه انا مجمع الكمبيوتر عند في واحد بروسيسور لا مجمع عنده. والرامات كنت كل سنتين بزود رامات، يعني كنت الماذر بورد لازم تبقى فيها مكان سلوت زياده عشان لو عايز ازود الرامات. وريد اليرت يا جماعه، ريد ار دي خدت رقات، انا نفسي فيها لحد دلوقتي والله العظيم. كنت بقعد العب بالسبع ساعات بالظبط. لا كمان الفكره ان انت تنقل تروح لواحد صاحبك عنده الافلام كلها الجديده
او عنده مثلا الاغاني الجديده او عنده لعب جديده اللي انت مش هتقدر تنزلها عشان النت عندك بطيء، وتروح له بقى وتقعد تنزل الحاجات في 3 4 ساعات وترجع لا تاني البيت وبيحطوا لك على سي دي بقى، بيبرن سي دي ويبرن. ودي كانت وممكن بقى طلعت اول يوم اجازه اللي هو بالظبط. لما نروح نجدد بقى، نجيب بالظبط. بقى الافلام الجديده والاغاني الجديده بس ونامب صح. بس يا جماعه هو ده يعني، هل مثلا لو احنا كنا بنتكلم في حته التكنولوجيا الزياده دي، طب ما هي دي برضو احنا كنا مبسوطين بيها ودي كانت تكنولوجي برضو. بالعكس انا حاسس انه يعني قصدي بزود على كلامك، حاسس انه السعاده كانت بسيطه وملمومه. الاكسسبيليتي الموجوده دلوقتي بتخلي الجيل الجديد ده مش حاسس بقيمه حاجه، يعني مفيش حاجه معينه. بدل ما انت كنت عندك وقت للعيله، وقت تنزل في الشارع مع اصحابك، في لعب فيزيكال، كله دلوقتي بص في الموبايل بيلعب روبلوكس او ماينكرافت او وات ايفر، وبالنسبه له هي دي النيد اللي موجوده. لا هو اصلا دلوقتي بقت حياه اي حد 24 ساعه هو سكرينز. يعني انا اولادي مثلا انت بيصحى من النوم قبل ما بيفتح عينه بيبقى فاتح الايباد، هيلعب هيقفل الايباد يزهق منه يقوم يلعب بلاي ستيشن، هيخلص البلاي ستيشن ممكن يقعد على الكمبيوتر. هي الاوبشنز كترت قوي. كترت وسهله والنت في كل حته، فهو على حتى طول في نيد النادي فور ابجريد. هو يعني في النادي روبلوكس عايز تشارج طب يا تتشارج جماعة، بليمت، يقول لك انا مش مكفيني الليمت تزود، وبعدين بالظبط. تقول طب هقلله الوقت بتاع السكرين، يبدأ يفتحك بطريقة كده ملتوية انه طب نلعب لعبة بس ليها هدف، زي لينجو كيدز مثلا بالنسبة للسن الأصغر شوية، بس في الآخر هو قاعد على سكرين، مصيبة يعني. طب حد اتسحل في الجيمز بتاعت الفيسبوك دي اللي هو فارمفيل والحاجات دي؟ فتره طبعا. برضه يا فتره لهوي، الجامعه دي كانت اكتر. يعني الديديكيشن موجود، الواحد اللي عنده مزرعة بجد مش هيقضي لا لها انا وقت انا كده انا والله. فعلا الجيمز دي كنت مسؤول فيها سحله، وهي مسؤوليه. يعني انا كنت ساعات كده تحس ان انت عايز تعمل الارم ان هو يفكرك انت لازم تروح تلم المحصول بتاعك عشان بالظبط. الزرع ما يحصلوش أيوة. حاجه وبتاع. بس بقى يا جماعه تفتكروا ساعات مثلا الفرق ما بين الجيل بتاع ابهاتنا بقى وجيلنا؟ هم ما كانوش يعني الفيديو جيم برضو هم ما لعبوش معانا فيديو جيم. يعني احنا بدأنا نلعب فيديو جيم بس هم ما كانوش فاهمين احنا بنعمل ايه، يعني دي حاجه جديده بيلعبوها وخلاص. لكن احنا دلوقتي احنا بنحب اصلا الفيديو جيمز، يعني احنا بنحب نلعب بلاي ستيشن، فبقينا بنلعب مع اولادنا. فتفتكروا برضو ان دي حاجه بوزيتيف شويه؟ يمكن الجزء البوزيتيف من الموضوع بتاع بتهيألي التطور نقلة التكنولوجي. الجيل من أهالينا لينا مم. مختلفة عن النقلة مننا ليهم، ولو انه لسه في جاب، بس يعني التطور الرهيب ما بين انه كانت الخروجات زمان سينما اوديون واكلة ظريفة وخلاص على كده، لانه يبقى في فيديو جيم وتلفزيون اصلا بيتلعب عليه. بتهيألي دي اثرت المسافة شوية دلوقتي، وده لحد دلوقتي يعني ما حدش بالظبط. عارف قدام هيحصل ايه يعني. بالظبط. لا هي جيمز كمان في حد ذاتها. انا في ناس صحابي يعني في الثلاثينات وبتاع يقول لك انا لازم كل يوم افصل ساعه كده اقعد العب جيم، لان انا بلعب جيم انا مش بفكر في اي حاجه غير الجيم. بالظبط. عارف زي اللي بيلعب رياضه كده بالظبط. وبتاع، بالظبط. فهي بتفصل يعني. بالظبط. بس بقى الموضوع بقى مكلف برضو يا جماعه، بقى بادجت. يعني انت دلوقتي مطالب ان انت تجيب مثلا كل سنه الفيفا الجديده. انا ابني مثلا بيحب الام بي اي، فعايز الام بي اي جديد عشان اللعيبه بتتغير واللعيبه انتقالات اللعيبه من اللي انديه هو تلاقي نفسك لانديه. بتدفع 50 70 دولار في بتدفع جيم. كتير وعايز اشتراك على طول، عايز تشترك على طول في البلاي ستيشن بلس عشان يبقى عندك اللعيبه ولادك يلعبوا اونلاين وبتاع ويلعبوا اصحابهم اونلاين. ودي حاجه تانية بقى عايز اكلمكم فيها، اللعب الاونلاين. يعني دلوقتي انت كنت بتروح لصاحبك تلعب مع بلاي ستيشن او تلعب مع سيجا وتفر، او هو يجي لك. دلوقتي هو مش محتاج يروح له ولا هو يجي له، هو ممكن يلعب اونلاين سماعتك يا باشا بسماعتك ويقعدوا. وانترنت طب دي حاجه برضو شايفينها حاجه كويسه ولا لا لا؟ مش كويسه انا خالص. شايفها وحشة اوي. وعلى فكرة لو ما طبعا كل واحد بيحاول يراقب، مش يعني مش قادر يمنع، بس يحاول يراقب، لانه لو اتثابت كده خالص دي ليها امباكت وحش لا قوي. وبعدين السوشيال انتراكشن مهم. يعني انت طبعا. بص، انت زمان احنا كنا بننزل في الشارع وبتلعب مع ناس غريبة وناس صحابك وبتاع وبتعرف على ناس ومش عارف تعملوا دوري والكلام ده كله. ايوه كان بيلعب بعد كده معايا كورة الدنيا واحد اسمه اتطورت شوية، لمونة. بقيت انت واحد قدام شاشة. بعد كده دلوقتي انت واحد، كل واحد قدام شاشته بعيد عن التاني. فالموضوع بقى برضو الحتة بتاعت يعني لو واحد ساب عياله بالطريقة الجديدة دي اعتقد هيطلعوا عندهم توحد. يعني اللي هو انت كل حاجة انترنت ومايك بص وسماعة على الحقيقه وخلاص. معتز الموضوع صعب فعلا. يعني انا ولادي دلوقتي مثلا بحاول ان انا ابعدهم عن يعني اديهم سكرين تايم وعامل بالظبط. تايم ليميت على الايباد وعلى البلاي ستيشن.
بس الفكره ان انت دلوقتي انت قاعد في اجازه مثلا، هم خلاص راحوا النادي لعبوا وخلصوا وقاعدين مش بيعملوا اي حاجه ومش عايزين يتفرجوا على التلفزيون، فاهم زيك، فهم هيعملوا ايه؟ هيقعد على الايباد او هيقعد على البلاي ستيشن، هيضطر يعمل كده. بتهيالي لو يعني، بس دي محتاجة من السن الصغير، يعني من سن 4 سنين 3 سنين يتعود ان في وقت، طبعا مع الشغل وكده مش سهل، بس ان في وقت انت بتلعب معاه بلعب، حتى لو سوبر هيرو سبايدر مان اللي هو ولد يعني، مم. انك يفتح بوكس اللعب ويقعد معاك نص ساعة ساعة في اليوم. يكبر شوية تقول له هنعمل موفي نايت مثلا في البيت ونجيب بوب كورن، اي حاجة تشده شوية من قدام السكرين، يبقى جوه العيلة، ولازم تبقى عينك عليه طول الوقت، مش عشان تراقبه، لان لو حس انك مراقبه هيبدأ يخلق حاجات تانية، بالظبط. بس لازم تبقى عينك عليه ان هو مش اوير بالايفكت بتاع اللي هو بيعمله ده لا يعني. وكمان الاكستريم اللي بيحصل دلوقتي في الجيمز كمان، انت دلوقتي بقى عندك اكستريم ان هو بيبقى وصلت ان الالعاب تؤدي للانتحار. يعني فاكرين من كام سنه لما طلعت اللعبه مش عارف الحوت الازرق دي ولا اللي اسمها ايه، ايوه ايوه. اللي كانت بتخلي البنات والعيال يبتزوهم وبتاع وفي الاخر يرموا نفسهم من فوق من البلكونه. ولعبة تشارلي هي ما كانتش اونلاين، بس يعني اتسمع عنها اونلاين. بالظبط. انا نفسي كنت انتحر. انا انتحر من الفلوس اللي بدفعها في الجيمز دي. وفكره كمان ان انت ان انت قول كده، انا نسيت ان انت ايه كنت هقول ايه. انا مش عارف، آم، احنا مش كاتبين سكريبت يعني. بالظبط، انا عايز افتكر بس انا كنت هقول ايه. فكره ان انت على طول قاعد عندك كومبيتيشن ان انت مع صاحبك مثلا انت توصل لليفل اعلى في الحاجه لحد ما تاخد كل وقتك، وان انت لما تبطل على طول توقف الفيديو جيم او الايباد او تسحب الايباد يقوم متعصب. طبعا. الواد بيتعصب، يجيله حالات غريبه، تحس ان هو خلقه ضيق ومتعصب وبتاع، يعني فعلا ده بتشوف النيجاتيف افكت عليه immediately. هي نوع من الادمان يعني. ادمان طبعا. طيب احنا كده اتكلمنا يعني بريفلي عن التطور في اللعب من واحنا صغيرين لحد ما وصلوا لعيالنا دلوقتي بالهاي تكنولوجي. مش عارفين الدنيا رايحه على فين، فخلينا نشوف. طب انا عندي بس حاجه جت في دماغي كده في ايه؟ السريع. فاكرين يا جماعه البوكيمون اللي كان بيطلع في الاكياس بتاع ديليز؟ بيجيب سرطان. والتاز اه وقبليه التاز بتاع شيتوس. يعني بيجيب سرطان، قال لك بيجيب سرطان. بوكيمون والتاز بيجيب قال لك سرطان. قمار وقال لك بيجيب سرطان. يعني دي مع انه برضه لا كان معانا فلوس نلعب عليها بالظبط. ولا هو بيتاكل بيجيب لا سرطان. هم كانوا بيلعبوا على بالعكس. بيكاتشو، بس كانت المشكله في بيكاتشو. بالظبط. لا واش ما كانش موجود وايش خالص. بالظبط. ف فاكر كلت 2 طن شيتوس عشان اطلع تاز. انا الواحد كان فعلا بيشتري مخصوص عشان الموضوع ده. الفكره بقى تفكر في الحاجات دي الحاجات دي كانت ترند الايام بتاعتنا، انت الترند من غير سوشيال ميديا. وكنت تقعد تلعب واللي يقلب بالظبط. البتاع مش عارف اسمها ايه البتاع ده، يعني بتاع التانية يقوم واخده. فكانت ممتعة الصراحة. كانت ايام جميله. كانت ممتعة. هل برضو اولادنا هيبقوا هسألكم نفس السؤال لما يكبروا هيقولوا انه دلوقتي يا فين ايام بقى أكيد. البلاي ستيشن 5 أكيد والايام الجميله؟ بالتطور بتاع الاي اي والروبوتس والكلام ده كله، اعتقد البلاي ستيشن الحاجات دي هتبقى نفس الكلام، هتبقى زي بيلي كده على ايامنا يعني. يلا خلينا نشوف. خلي بالكم على عيالكم يا جماعه. والله ربنا يستر على عيننا ان شاء الله. يلا مش هنطول بقى عشان ميزو عايز ينام. تصبحوا على خير. يلا تصبحوا على خير.